تحفظيها عندك عشان تاكلي احلى فراخ مشويه دايبه ومستويه وطعمها بقى مش قادره اقول لك كان حلو قد ايه. يلا بينا نشوف عملناها ازاي، بس ما تنسوش اللايك والشير للفيديو. في الكبه هنزل بالخضار، بصل وفصين كده من الثوم، عندي فلفل اخضر وكمان طماطم وفلفل احمر. هضربهم كويس جدا، انا عايزه الخليط بتاعي ده يكون ناعم جدا. التتبيله بتاعتنا خلاص ضربناها ونزلنا كده بيها في بوله، نزلت بملح وفلفل وكمان كاري، كمان بهارات فراخ وبابريكا وكزبره، عصير نص ليمونه، 3 معالق كبار من الزيت، وقلبت بقى التتبيله الحلوه دي كويس جدا كده مع بعض. بعد كده رجعت حطيت لها معلقه صغيره من السكر وقلبتها كويس جدا، وخدت منها بقى 3 معالق شلتهم على جنب، وهقول لكم دلوقتي هنعمل بيهم ايه. الفراخ بتاعتي مغسوله ومتصفيه من الميه، عملت فيها فتحات، وبعد كده نزلت بالخلطه على الفراخ، ودخلت كده الخلطه بين الفتحات اللي احنا عملناها ومن تحت الجلد، وسبتها بقى في التتبيله دي مش اقل من ساعتين. جبت الخضار بقى عباره عن فلفل احمر وفلفل اخضر وكمان فلفل اصفر، بصل، وحطيتهم بقى في صينيه تانية، ونزلت عليهم ب3 معالق بتوع الخلطه اللي احنا كنا شايلينهم على جنب، قلبتهم مع بعض كويس جدا ورصيتهم كده في الصينيه او فردتهم في الصينيه، وحطيت بقى عليهم الفراخ، غطيتها بورقه فويل وحطيتها بقى على النار من فوق الاول نص ساعه، بدات تغلي كده معايا، ورحت بقى مشغله الفرن على درجه حراره 200. دخلت الصينيه الحلوه بتاعتي دي، قعدت ساعه. قبل ما اطلعها من الفرن شغلت لها الشوايه، خدت اللون التحفه اللي احنا شايفينه مع بعض ده، طلعت دايبه ومستويه، وبجد مش قادره اقول لكم كان طعمها حلو قد ايه. اعملوا جنبها رز او كلوها بالعيش، هي بجد طعمها خطير جدا. جربوها وما تنسوش